صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتشوفوني امتى. يلا بينا نعمل أحلى طبق كبسة وجنبه سلطة الدقوس اللي ما يختلفش عليها اتنين. يلا نخش على المقادير. عندي طاسة هحط حلة هحط مكعبين من الزبدة، وهحط فيها الزبيب بتاعي، وأول ما يبدأ يتنفخ كده بالشكل ده هشيله. تمام. وبعد كده هحط جزرة أو جزرتين مبشورين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشوح الجزر برضو في الزبدة، واول ما لون الجزر يبدأ يبقى لونه يغير معايا بسيط كده هشيله وهحطه واغطيه. هنا معايا بصلاية كبيرة هقطعها. انا بفضل اقطعها بالطريقة دي. هزود مكعب من الزبدة وهنزل فيها مكعبات من اللحمة انا مقطعاها مكعبات بالحجم ده عشان تبقى سهلة معايا ساعة الاكل، وكمان تستوي وما تاخدش وقت كبير. هشوح اللحمة كويس قوي، ودي خطوة مهمة اني اصدم اللحمة بالزبدة. بعد كده انزل عليها التوابل بتاعتي، عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا، قرنفل وجوز الطيب، لورا، حبهان، كوبيبة. تمام. وورق لورا. هنزل بقى بالبصلاية اللي انا مقطعاها ونص معلقة من الثوم المهروس. هشوح اللحمة والبصل والثوم مع التوابل كويس قوي، واول ما ابدأ اشم ريحة الثوم هنزل بالمية المغلية واخلي المية تغطي الحلة زي ما انتوا شايفين. هغطيها وهدي النار واسيبها تستوي براحتها. هنا معايا بقى احضر سلطة الدقوس، ربع ربطة من البقدونس والكزبرة، وعندي طماطميتين وسط، قرن فلفل صغير ونص شطة، نص معلقة من الثوم، عصير من الليمون، عصير ليمونة كامل، والملح ده حسب رغبتك، ربع معلقة من الكزبرة، نص معلقة كمون، و3 معالق كبار من زيت الزيتون. تمام تمام. ومعلقتين من الخل. هضرب الكلام الجميل ده كله كويس، وهزود عليه نص فنجان من المية. هضربه في الكبة كويس، وبس كده بقى جاهز معايا اجمد واحلى واطعم سلطة دقوس ناكلها جنب الكبسة. هركنها بقى على جنب، او اقدر احطها في التلاجة يعني لو حابين تاكلوها ساعة. تمام. هي خلاص عامة بقت جاهزة وطعمها وريحتها تمام. طبعا هي لو حاسة ان هي محتاجة توم او ملح او اي حاجة بتزوديها على حسب السنس بتاعك. هنا خلاص اللحمة بتاعتي فاضل فيها ربع في السوا. هزود لها بقى الملح ومعلقتين كبار من الصلصة وربع معلقة من الكاري، وحبيت اضيف الكاري اخر حاجة عشان ما يمرر. وهنا عندي كوبايتين من الرز البسمتي طويل الحبة، هغسله كويس قوي. تمام. وبعد كده هنقعه حوالي ربع ساعة في مية مغلية. احط مية مغلية بالشكل ده تغطيه، وبعد ما انقعه هصفيه وانزله على اللحمة بتاعتي. طبعا ابقى مظبطه الميه، ما تحطيش ميه كتير عشان الرز ما يعجنش، لان هو يعتبر كده هو منقوع. وبعد ما الميه بتاعته تتشرب بالشكل ده هبدأ بقى ارص على الوش الزبيب والجزر اللي حمرناهم في الاول، واغطي واهدي النار تماما واسيبها تستوي براحتها على ما الرز يستوي واللحمه تكمل سواها. هنا خلاص كانت استوت معايا تماما. هبدأ بقى للتزيين اشيل شويه من الزبيب والجزر اللي على الوش ده واحطهم على جنب، والباقي هقلبه كده في اللحمه والرز. تمام. وهبدأ بقى أقدمها هنا في طبق التقديم بتاعي، وهي الكبسة بتتقدم بالشكل ده في طبق أو قارب كبير، ونبدأ نفضي فيه كل كمية الرز واللحمة اللي عملناها. وعلى الوش نبدأ بقى ايه نزينها بالزبيب والجزر، الشطة الناشفة، وشوية كده من البقدونس على الوش. تمام تمام. أتمنى يكون عجبكم بجد، كان طعمها جميل، وعلى فكرة سهلة جدا وخطواتها بسيطة جدا. وأتمنى لو عجبكم الفيديو تقولولي في الكومنتات. شكرا ليكم.